ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي شفت مسلسل بالطو بعد طبعا ما خلص وانتهى وشوفناه، يعني تابعته من اوله لحد اخره. حابب اقول لكم عن رأيي الشخصي فيه، سواء هو مسلسل حلو ولا لا. كل ده هنعرفه دلوقتي في الحلقة، بس قبل ما اقول لكم، قبل ما نعرف وقبل اي حاجة كالعادة لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشترك على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج واعملوا فولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في مسلسل بالطو. مسلسل بالطو احداثه بتبتدي بدكتور عاطف اللي بيتخرج من كلية الطب وبيجيله تكليف في مكان، المفروض اللي هو مكان بعيد اسمه الطرشوخ، وحدة صحية في كفر الشيخ. فبيروح يحاول يطلع زي ما بتقولوا كده ايه، تظلم او حاجة زي كده. فبيروح وبيلبس في حتة ان هو يبقى مدير بتاع الوحدة الصحية دي. فايه اللي هيحصل وايه اللي يتم، الموضوع يمشي ازاي، وبنشوف مغامراته طبعا في الوحدة الصحية دي مع اهل القرية، واللي يتم ده اللي بنعرفه من احداث المسلسل. مسلسل بالطو هو متاخد عن كتاب شورت وفانيلا وتاب لأحمد عاطف المؤلف اللي هو كتب السكريبت بتاع المسلسل، وهو نفس الشخص اللي كان كتب الكتاب يعني. عموما هو الموضوع عبارة عن يعني مسلسل لايت كوميدي درامي اجتماعي، مسلسل واقعي جدا، ودي الميزة الكبيرة فيه ان الواقعية موجودة بشكل حلو. يعني فكرة في حاجات بتحصل، فكرة اللي هو مثلا عايز حد يختم له على حاجة، عايز حد يعمل له مش عارف، موضوع واقعي جدا وحلو. يعني باختصار كده الناحية الاجتماعية بتاعت المسلسل حلوة جدا. من حيث يعني التمثيل، فمحمد محمود وعصام عمر اللي هو البطل، اللي هو دي تقريبا اول مرة يبقى بطل في حاجة، دي حاجة حلوة جدا. محمد محمود وعارفة عبد الرسول، مريم الجندي اخت المخرج احمد الجندي، عاملة دور دكتورة الصيدلانية، دورها لذيذ برضو جدا. حاجات كتير، كل الممثلين، محمود البزاوي، ضيوف الشرف كلهم بداية من خالد الصاوي لصلوى خطاب، يعني كل ضيوف الشرف كانوا جامدين جدا وكانوا اضافتهم حلوة في المسلسل. بشكل عام المسلسل ما بيطلبش كتير، وبيطلب منك ان انت تسلم مسلسل كده فكرني المسلسل ب100 وش. اتفرج، اتبسط، رسالة لذيذة في طبعا حكمة من الموضوع ده، بس في نفس الوقت الحكمة ما بتترميش في وشك، ودي الحاجة اللي عجبتني في المسلسل. المسلسل مش مباشر ودي حاجة حلوة. المسلسل بيوريك حاجات كتيرة اجتماعية حلوة. مسلسل لذيذ جدا. يمكن يعني طبعا دي اول مرة مؤلف يكتب حاجة، والتجربة الأولى ليه، والمخرج عمر المهندس حفيد فؤاد المهندس، دي أول تجربة إخراجية ليه، ودي حاجة بصراحة لازم نشجعها جدا، لأن العمل بشكل عام حلو وعجبني. أنا مبسوط بيه جدا وعجبني إن يعني نفسي الناس تتعلم ان لما مسلسل ينجح مش لازم نعمله جزء تاني، وده اللي حصل. المسلسل خلص، نهاية قفلت. ممكن انا نفسي اشوف جزء تاني لبالطو الصراحة، بس ايه القصة والموضوع نبقى نشوف وقتها. بس المسلسل نهايته كانت حلوة ونهايته عجبتني، وعلى الرغم ان انا حسيت ان يعني من عيوب المسلسل، حسيت ان المشاكل اللي احنا يعني بنبني لها بتتحل بسهولة جدا. دي ممكن تكون مشكلة. محمود حافظ كان حلو، والاول مرة ما يبقاش مأفور قوي، لا دوره كان كويس ولذيذ وحلو. فبشكل عام انا مفيش كلام كتير اقول عن المسلسل غير ان هو مسلسل لذيذ، ارشحه لاي حد عايز يتفرج على مسلسل كده يعني، وهو حتى يعني متفرج، مش متفرج للمسلسلات والافلام، بس عايز يتفرج على حاجه كده يعني تظبط له موده مثلا، ولا حاجه كده اللي هو ايه يفصل بيها، يتفرج على مسلسل بالطو. 10 حلقات ممتعين جدا. انا استمتعت جدا بصراحه بمسلسل بالطو، ونفسي اشوف مسلسلات من نفس يبقى مؤلفين جداد، مخرجين جداد، ممثلين يبقوا ابطال يبقوا جداد، لان بجد لما بندي فرصه للناس شوفوا بيطلع لنا حاجه زي بالطو كده. فعلى ما اعتقد يعني الناس ممكن تكون فهمت انا قصدي ايه. فعموما انا عجبني المسلسل جدا، مبسوط بيه. تقييمي للسيزون الاول لمسلسل بالطو هو 8/10. مسلسل لذيذ جدا حلو، من
احسن المسلسلات اللي شفتها السنه دي، ولحد دلوقتي احنا ما شفناش حاجات كتيره مسلسلات يعني، بس من احسن المسلسلات اللي شفتها السنه دي، ومتطلع جدا اعرف الحاجات، نفسي اشوف حاجات بنفس المستوى ده او افضل كمان. في الاخر اتمنى تقولوا لي ايه رايكم في المسلسل للناس اللي شافوه، ويدوا له كام من 10. ولو عجبكم المسلسل ولو عجبتكم قصدي الحلقه يعني، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج، اعملوا فولو على تيك توك، وباي باي.